من اكبر قضايا الراي العام في مصر والوطن العربي، وده بسبب ان الانتقام منها كان بشكل مش انساني خالص، تحديدا وان الجاني وهو جوزها كان شغال في القضاء. وخلال فتره المحاكمات كانت بتطلع اشاعات كتير، وعلشان كده هنتكلم النهارده عن القصه الكامله. 2016 شيماء جمال صحفيه واعلاميه ناجحه وعندها طموح انها تكبر اكتر في مجال الاعلام، منفصله عن والد بنتها جنى من اكتر من 10 سنين، وبحكم شغلها في الاعلام كانت بتقابل شخصيات عامه وشخصيات ليها منصب مرتفع في المجتمع، لحد ما قابلت ايمن عبد الفتاح محمد كان شغال في القضاء، وكانت طلبت منه انه يتوسط لها في موضوع معين، وهو كان تعامله معاها كويس جدا لانه في الحقيقه اعجب بيها. وبعد شويه وقت عرض عليها الجواز، لكن الجواز ده يكون بشكل عرفي، وبعد سنتين يتم الاعلان عنه بشكل رسمي، وده لان ايمن ما كانش عايز زوجته الاولى تعرف. وشيماء شافت ان مفيش مانع انها توافق طالما ان الجواز العرفي هيكون لفتره معينه، وبعد كده هيتحول لجواز رسمي. ده غير ان ايمن منصبه في الدوله كبير وعنده استثمارات خاصه كتيره بتحقق له دخل مادي كويس. وافقت شيماء على الجواز ووافقت على شروط ايمن، لكنها لاحظت بعد فتره قصيره من الجواز ان ايمن بيخلف بوعوده مع معظم الناس، فكان عندها شك انه ممكن يخلف بوعده وما يعلنش الجواز بشكل رسمي. وايمن خلال فتره الجواز الاولى كان واضح عليه انه بيحب الوحده، ما بيحبش الاحتكاك مع اهل شيماء خالص، كان دايما بينعزل لوحده في اوضته مجرد ما اهل شيماء يوصلوا البيت. وكانت العلاقه بين ايمن وبين شيماء في البدايه كويسه جدا، لكن بعد مرور سنتين ايمن ما نفذش الاتفاق اللي قال عليه وما تمش الاعلان عن الجواز بشكل رسمي. فشيماء طلبت منه انه يعلن الجواز بشكل رسمي وانه يبلغ زوجته الاولى ان هو متجوز شيماء جمال. ومن الواضح كمان ان شيماء قدرت تحصل على دليل يدين ايمن في اجراء غير قانوني او غير اخلاقي، وايمن في نفس الوقت كان شايف ان طلبات شيماء طلبات مرهقه ماديا عليه جدا، وانها كانت بتهدده طول الوقت ان لو ما اعلنش الجواز بشكل رسمي هتفضحه وتعرف الناس كلها انها مراته، ويقال انها كمان كانت بتهدده بالدليل اللي معاها اللي كان بيدين ايمن. وهنا ايمن بدا يشوف ان شيماء في حد ذاتها تهديد لحياته مع زوجته الاولى وتهديد لسمعته ومكانته الاجتماعيه، وبدا يفكر هيتخلص منها ازاي. وكانت الفكره الاولى ان شيماء تموت في حادثه عربيه وطبعا تبان قدام الناس انها بالصدفه، لكنه غير الفكره دي على طول لانه ما كانش عايز يستعين باي حد وكان عايز ينفذ كل حاجه بنفسه. والخطه الثانيه ان هو يموتها بالسلاح المرخص اللي معاه، ويقول انه اثناء ما كان بينظف السلاح الشخصي بتاعه طلعت طلقه منه على سبيل الخطا وقتلت شيماء، لكنه بعد ما فكر شويه اكتشف ان الخطه دي هتفضحه قدام كل الناس، تحديدا انها اعلاميه وهو في منصب مرموق، وبالتالي لما هتحصل جريمه القتل الخطا دي كل الناس هتعرف ان دي مراته، وبكده يكون هدف الخطه الرئيسي وهو التخلص من شيماء والتخلص من تهديدها مش